السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي شيء صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا النهاردة إن شاء الله هنعرف أفضل صن بلوك وصن سكرين لبشرتك، بس وكمان هنعرف الفرق ما بينهم. كل الناس بتسأل على نفس السؤال ده، ايه الفرق بين الصن بلوك وصن سكرين؟ طبعا احنا في فصل الصيف، وفصل الصيف لما بنتعرض للشمس طبعا البشرة بتتحرق او الجلد بيتصبغ بسبب تعرضنا للشمس، وبالذات في المصايف طبعا بنتعرض للشمس لفترة طويلة. فعلشان كده هجيب لكم ان شاء الله النهاردة افضل صن بلوك. الفرق ما بينهم عندنا الصن سكرين والصن بلوك. الصن بلوك بيحتوي على واقي شمس معدني، يعني مواد بتساعد على منع أشعة الشمس من الوصول إلى البشرة، مثل ثاني أكسيد التيتانيوم وكمان أكسيد الزنك. أما الصن سكرين واقي للشمس بس كيميائي، بيحتوي على مواد تتفاعل مع أشعة الشمس، الأشعة الفوق البنفسجية، مما يبطل مفعولها، وطبعا ده تأثير حلو جدا على البشرة. أيهما أفضل؟ طبعا صن سكرين هو الأفضل للبشرة الحساسة. أسعار الصن بلوك والصن سكرين في الصيدليات، وأشهرهم في أنواع الصن بلوك في الصيدلية اسمه لاروش لوشن 50 ملي، وطبعا ده معامل حمايته ضد أشعة الشمس، وهو طبعا سعره 1099 جنيه. وبعد كده النوع التاني اللي معانا اسمه يورياج، وكمان هو 50 ملي معامل حمايته ضد أشعة الشمس، وبيبلغ سعره 1099 جنيه. أما أسعار أشهر سان سكرين في الصيدليات، وطبعا أسعاره حلوة جدا، زي اسمه بلانكي صن سكرين 150 ملي، كمان الكمية أكتر، وهو يبلغ معامل حمايته ضد أشعة الشمس وسعره 200 جنيه. بعد كده عندي لونا صن سكرين، وهو 130 ملي معامل حمايته ضد أشعة الشمس، وبيبلغ سعره 275 جنيه. وبعد كده بوباي صن سكرين ودوت 120 ملي معامل حمايته ضد أشعة الشمس، ويبلغ سعره 210.